صباح الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مشروب تحفة. هنعمل مشروب الكافيهات من غير ما نشتري اي حاجة من بره. هنعمل طبقات زي ما انتم شايفين، وبجد طعمه تحفة جدا. بدل ما نجيب الكوباية ب30 وب40 جنيه، احنا هنعملوها بأقل التكلفة من حاجات موجودة في بيتنا، من غير ما نكلف نفسنا ونشتري اي حاجة من بره. شايفين شكله تحفة جدا وطعمه كمان جميل جدا جدا. بدل طبعا ما ولادنا يجيبوا الحاجات دي من بره، احنا نعملوها بأقل التكلفة. امال احنا كنا بنخزن ليه في السيف؟ علشان في اي وقت حابين ان احنا نعمل اي مشروب لولادنا، نلاقي حاجتنا موجودة في الفريزر ونعملها في اي وقت. مشروب مغذي وجميل جدا جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك حبايبي. وقبل ما ابدا الفيديو، بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البداية نقول بسم الله ونشوف العصير القمر ده هنعملوه ازاي. انا هنا معايا فراولة ومعايا مانجا ومعايا موز ومعايا جوافة. طبعا كل ده كنا مخزنينه مع بعض. يلا هنا اول حاجة احنا هناخد المانجا طبعا هنضربها بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. لو ما فيش هاند بلندر هنضربه كل حاجة في الخلاط، بس احنا هنضرب كل العصاير كل حاجة لوحدها علشان نعمل طبقات كده مع بعض ويكون المشروب بتاعنا تحفة. وهنا معايا كريم شانتيه، هنحط كده من معلقة لمعلقتين، وبعد كده هنحط السكر، والسكر هنا حسب الرغبة. حابة بقى ان انت تحطي عسل نحل بديل السكر حطي. انا هنا حطيت كده 3 4 معالق من السكر ومعلقتين كريم شانتيه بودر. وحابة ان انت تحطي معلقة او معلقتين لبن بودر براحتك لو متوفر عندك. هنا معايا بقى الفاكهة كده مقطعينها بالمنظر ده، ومعايا الكاسات او الكوبايات اللي انا هقدم فيها. زي ما انتم شايفين باخد من كل حاجة معلقة صغيرة، يعني فراولة وموز. وهنا هنحط كمان معلقة كده برضو من المانجا ومعلقة من الجوافة. زي ما انتم شايفين هعمل الكاسات كلها بالمنظر ده. وبعد بقى ما احط كل الفاكهة كده في كل الكاسات او الكوبايات، زي ما انتم شايفين هننزل بمعلقة عسل نحل. لو متوفرة عندك حطيها، هتديكي طعم بجد عالي، بجد هيبقى طعمه تحفة جدا. وبعد ما حطيت كده في كل الكاسات اللي معايا، يلا بينا هنا هنضرب والموز حطيناه كده برضو. وبعد كده حطينا عليه كريم شانتيه وحطيت عليه سكر، وهضرب زي ما انتم شايفين. اي مشروب انا هعمله بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، وهو ده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. وطبعا هنا معانا الجوافة، وزي ما انا ضربت طبعا المانجا وزي ما انا ضربت الموز، هضرب برضو كده الجوافة والفراولة بالمنظر ده. هحط برضو سكر واحط كريم شانتيه، وطبعا مش هنحط ولا نقطة مية. انا ضربت بالهاند بلندر عشان لو انا ما حطيتش مية مش هيحصل حاجة. هنا انا ضربت كل العصير بتاعي من غير ولا نقطة مية، علشان انا عايزة هنا العصير يكون تقيل جدا زي ما انتم شايفين. وهنا بقى بعد ما حطينا الفاكهة وحطينا العسل النحل، حطينا بقى طبقة من الفراولة، طبقة من الموز، طبقة كده من المانجا، وبعدين حطينا طبقة كده من الجوافة. وعلى الوش كده زي ما انتم شايفين حبيت ان انا احط برضو طبقة من المانجا. طبعا المانجا لا يعلى عليها، كلنا بنحب المانجا. طبعا المانجا من الحاجات الجميلة جدا جدا. وبعدين انا طبعا حبيت ان انا احط برضو على الوش زي ما انتم شفتوا معايا. زينت تزيين بسيط خالص زي ما انتم شايفين. حطيت بقى كده معلقة كده من الايس كريم، وبعد كده حطينا كده حاجة بسيطة من الفاكهة زي ما انتم شايفين. شكلها تحفة وطعمها بجد جميل جدا جدا. وبدل ما الولاد يشتروها من بره، انت عملتيها بأقل التكلفة. طلعتي الفاكهة من الفريزر وعملتي لهم احلى مشروب مغذي جدا. لان طبعا المانجا مغذية جدا، الفراولة، الجوافة، كل حاجة عملناها النهاردة واستخدمناها في العصير بتاعنا كلها مغذية جدا للكبار وللصغيرين. بجد مشروب تحفة جدا. حبيت ان انا اعمله معاكم. انا كنت عايزة اعمله على العيد، كان طبعا عندي فيديوهات تانية حبيت ان انا انزلها في العيد، فقلت خلاص مفيش مشكلة ان انا اعمله بعد العيد. وحقيقي انا طبعا عايزه اقول لكم ان انا عملته امبارح للولاد، والفيديو يعتبر هينزل تاني يوم. والله بامانه ما شاء الله اللهم بارك، طعمه تحفه جدا. عملناه يعتبر يعني عملناه في 5 دقايق، بجد تحفه جدا. وجالك دفع على سهوه وعملتيه، بجد هيعجبه جدا جدا. اللهم بارك تحفه. لو انت بقى حابه ان انت تشيلي السكر وتحطي عسل نحل، هيبقى طعمه جميل جدا جدا. بصوا ما شاء الله كده شكله جميل جدا، اكنكم بتاكلوا ايس كريم مع الفاكهه. بجد فاكهه طبيعيه وبجد حاجه كده تحفه جدا. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين شكله حلو جدا، طعمه بجد جميل.
بجد هيشرفك قدام ضيوفك وقدام ولادك واي حد تقدمينه منه، بجد هيعجبه جدا جدا. يعني بجد تحفة ما شاء الله اللهم بارك، طعمه حلو جدا، مشروب بجد عالي، يعني بجد فاخر من الاخر. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة جدا. وده بيكون فيديو النهاردة، فيديو ال5 دقايق، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.